أما توقيف تيك توكر معروف جدا، عنده أكثر من 2 مليون متابع في الجزائر. بصح واش هي الأسباب تاع التوقيف؟ واش هي التهم التي ستوجه إليه؟ تبع معايا. أول حاجة، تيك توكر هذا بواش راهو متهم؟ هي بث لايفات كان يطلع مع نساء أجنبيات ويدير إيحاءات يحرض على فساد الأخلاق، وهذه تهمة واش يسموها هي جنحة عرض على الجمهور محتوى مخل بالحياة. إذا هذه أول جنحة. ثاني أمر اللي متعلقة بالأموال وتبييض الأموال وتداول العملات الرقمية الافتراضية. تشوفوا خوتنا القانون الجديد اللي داروه تاع منع تداول ولا حيازة ولا شراء العملات الرقمية أو الافتراضية، هنا راح يدخل ضمنها كذلك. لماذا؟ لأنه كان يحوز ويشري ويبيع في العملات الافتراضية الرقمية الغير حقيقية بطريقة غير مشروعة. إذا ثاني جنحة هي جنحة بيع وحيازة وشراء العملات الافتراضية الرقمية. وكذلك بالإضافة إلى هذه التهم عنده تهمة أخرى اللي هي واش؟ اللي هي جنحة تبييض الأموال اللي راح يتابع بها كذلك كان يحول أموال من الخارج إلى الجزائر بطريقة غير مشروعة. وش معناتها؟ يعني خارج البنوك المعترف بها قانونيا في الجزائر، يعني كان يحولها إلى بطاقات بنكية، وهذه البطاقات البنكية كذلك غير مشروعة وممنوعة في الجزائر. يعني باش تحول أموالك اللي تربحها ولا اللي تدخلها في الخارج لازم عن طريق البنوك المعترف بها قانونا في الجزائر. وفي الأخير تم حجز الأموال تاعو وحجز البطاقات البنكية اللي